بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى في الجو الجميل الحلو اللي احنا فيه ده كنت بقول ان انا بحب الشتاء، دلوقتي ما بقتش احب الشتاء من اللي احنا شايفينه. بصراحة الدنيا مطر، والولاد النهاردة كانوا اجازة. قمت بقى ايه، قلت اعمل بقى شوية كده روتين معاكم وتفريزات كده. هي جات لي من باب الله، والله جوزي هو اللي جابها. يلا بقى مع بعض، دي قناتي وانا اسمي السيدة حسن، ما تنسوش اللايك والاشتراك. يلا بقى مع بعض نعمل الروتين الجميل ده في الساعة دي. بصوا انا هنا قمت قايمة كده، طبعا قبل اي حاجة نضفت المطبخ وغسلت المواعين زي ما انتوا شايفين. وكنت ايه بصراحة، المية نازلة من الحنفية كأنها تلج بالظبط، بس انا قلت لا، لازم اغسل المواعين بقى عشان خاطر نقعد نذاكر، عشان مفيش وقت خلاص. الولاد قربوا الامتحانات بتاعتهم، وقلت لا، لازم بقى ان انا ايه، النهارده يوم اجازتي ولازم ان انا اقوم اعمل الروتين اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجه غسلت ده بقى ايه، برطمان الحلبه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض خلصت، عايزه ابقى اعمل تاني. واصريت ان انا اطلع، شايفين العسل لازق جوه هو مش لازق والله، بس مش عارفه ما كانش عايز ينضف، وانا حلفت ان انا انضفه والحمد لله نضف. وبعدين غسلت كده بقية الحاجات اللي في الحوض. يلا بقى ما تنسيش كده وانتي قاعدة تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طول ما احنا قاعدين. هنا بقى كنت كمان كان في حتة فرخة كده فايضة من فرخة امبارح، فاكرينها المشوية اللي انتم ما دخلتوش وشفتوا الفيديو يلا خشوا شوفوا الفيديو. واهو وكده غسلت كمان بقية الصينية مكانها، هي كانت حتة بس صغننة. وبعدين وانا واقفة كده فكرت، قلت طب انا انا بصراحة ما كنتش عايزة اعمل النهاردة اكل، لان امبارح انا طبخت. فقلت النهاردة بقى اقعد اذاكر للولاد. قلت بقى طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ كان عندي شوية عدس، وجوزي الله يكرمه نزل كده جاب لنا حبة حاجات، جاب لنا طماطم وبصل. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه، وايه التفريزات اللي احنا هنعملها في لرمضان، او يعني للايام اللي احنا فيها دي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب. بس انا قلت ايه، هقول لكم بقى ايه اللي خلاني اعمل التفريزات دي. اول حاجه امبارح لما كنت عايزه طماطم ما لقيتش غير كيس واحد، فانا قلت بقى ايه، النهارده عايزه طماطم ومش قادره بصراحه اروح السوق. فجوزي الله يكرمه قام قايل لي لا خليكي انتي قاعده وانا هنزل ايه، اجيب لك اي حاجه يعني هلاقيها هجيبها. قلت له ماشي. المهم نزل تحت جاب لنا بقى الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. قلت اعمل منها التفريزات وكمان اعمل الاكل وانا واقفه كده معاكم، واحنا ايه بندردش مع بعض شويه. بصوا بقى زي ما احنا شايفين كده، انا كده هنا كنت خلاص. الحله الكبيره دي بتاعت حماتي الله يرحمها، فانا معتزيه بيها والله، بحب ان انا اعمل فيها الاكل. فقلت بقى خليها، والله ما انا مرتباها، انا هعمل فيها النهارده العدس الايه بتاعنا، العدس الشرب. العدس انا بعمله من غير تقلية ولا حاجة، بس هتشوفوا الطريقة والله هتعجبكم. هي طريقة تنفع كمان للدايت، الناس اللي مش بتحط سمنة ولا حاجة. بصوا هقول لكم الطريقة دي. على فكرة انا من ساعة ما شلت المرارة في حاجات كتيرة بقيت بعملها صحية. الاول بصراحة كنا بناكل حاجات كتيرة ودسمة، دلوقتي اي حاجة تلاقوني حتى مش بحط زيت ولا سمنة كتير في الاكل، وده كده اصح حاجة لينا يعني. بس حطيت المية على النار وغسلت العدس وجبت بصلاية وطماطماية. هاتي بصي كل الخضار اللي عندك في التلاجة، هاتي بصل، هاتي طماطم، هاتي جزر، هاتي اي حاجة. هم دول اللي كانوا معايا. على فكرة انا كنت بحط كوسة، بس النهاردة والله انا طبختها اول امبارح فما لقيتش كوسة. شفتوا بقى الحاجة لما بنحطها في الفريزر بتنفع، ما لقيتش. قعدت ادور على كوسة ما لقيتش، بس ما فيش حاجة بتوقفنا. يلا بينا هنعمل، يعني هنعمل العدس عشان ندفي الولاد في الشتا اللي احنا فيه ده. بعدين اهو هنقطع بقى البطاطس وجبت طماطمتين حلوين كده عشان بحب يبقى لونه محمر شوية، وجبت بصلاية كبيرة حلوة كده، وجبت جزر. والله ما كان عندي في التلاجة غير الجزر بس. جوزي بقى لما جاب البطاطس والطماطم والبصل فتح نفسي بصراحة. قمت عاملة لهم بقى شوية العدس دول وسبتهم على ايه، على النار. بعد كده بقى قمت عاملة ايه، جايبة البطاطس زي ما انتوا عارفين اهي. الكروانة دي لازم املاها بطاطس، حتى يعني ما بتفضوش عشان خاطر الولاد انتوا عارفين يحبوا كده يبقى
في بطاطس في البيت يعني. بعد كده البطاطس دي كانت 4 كيلو ب30 جنيه، والطماطم دول جاب لي هو 3 ب20. فانا قمت ماسكه الجامده منها والباقيه قمت مقطعاها كده وهعملها صلصه معاكم. خلاص، يبقى احنا كده عملنا منها الجامده سيبناها في التلاجة، واللي هي التانية حطيتها في حله كده وهحطها برضو على النار. يلا بقى، لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي بقى تقومي حاطه اللايك والايه والاشتراك في القناه، والمشتركين حطوا اللايك، ارجوكوا حطوا اللايك. والله انا تعبت عمل ما عملت الحاجات دي. يلا شجعوني شجعوني. بصوا بقى، انا هنا كنت حطيت الطماطم على النار او جبت البصل بقى. جوزي جاب ال2 كيلو ب20 جنيه، يعني الكيلو ب10. بس بصراحة البصل ده لو كان قعد، انا بحطه في باسكت كده بره. آه، لو قعد ده بره يعني مع البصل التاني كان هيبوظ. بصوا بقى، ده كان بصل كنا مقطعينه، برضو كنت شايلاه في الفريزر. فانا قمت جايبه كله بقى كده وقمت مقطعاه كله. هقول لكم بقى هنعمل منه ايه. انا ما عنديش كبه للاسف، فانا همسك البصل ده عشان ما يبص حرام. لما كنت بلاقي واحده كده بصل كنت بقطعها واشيلها كده على جنب عشان اقطعها ايه شرايح. هنعمل منه حبة للشاورما والحاجات اللي احنا بنحتاجها، وهنحطهم في الفريزر، والباقي هخرطه كده وهحطه في كيس برضو. دول 2 كيلو بصل، حرام ان احنا نرمي اي حاجة في الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي، فاحنا حرام نرمي اي حاجة. فبصراحة انا مسكته كده معاكم وقمت هقطعه. انا ما عنديش كبة للاسف، دول اجيب كبة كده يا رب، انا نفسي اجيب كبة والله، وهاند بلندر. الاتنين دول هما اللي عايزاهم. انا عندي خلاط بس بعمل بيه الحمد لله كل حاجة حلوة والله. هنا بقى كنت مسكت البصل. بصوا بقى هعمل ده شرايح. على فكرة انا ما بعرفش اقطع، معلش ما تزعلوش مني، انا ما بعرفش اقطع على القطاعة دي، مش عارفة انا ما بتجيش معايا سكة خالص والله. بس يعني عشان ايدي بصبعي بيتعور فقلت ان انا اقطع عليها. بس انا بحب امسك البصلاية كده واقطعها عشان ماما بتعملها كده، وانا بصراحة بعمل طريقة ماما. ما حدش يضحك عليا وانا ماسكة السكينة وعمالة اقطع على ايدي، ما بعرفش اقطع. على فكرة انا لسه بتعلم اقطع البتاع دي، مش بعرف اقطع البصل كده. بس بحاول والله. جوزي قال لي امسكيها وقعد يعلمني، بس الحمد لله يعني اهو عرفت الحمد لله. بس قطعتهم. دول بقى هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم شاورما. لو لحمه بالبصله ماشي، اي حاجه. مثلا لو عامله كشري هاخد منهم. هنا قسمتهم على كيستين، بس طلعي الهوا منهم كويس وهنطلع منهم الهوا كده ايه. دول عملوا لي كيستين. اما التانيين بقى لان انا ما عنديش كبه زي ما انا قلت، همسكهم اقطعهم كده على ايدي هيتقطعوا، وهحطهم برضو. التانيين هيعملوا 3 اكياس معايا، يبقى كده هيقعد. على فكرة عندي بصل كتير. هنا كنت رحت شفت العدس لقيته ناقص ميه فقلت احط. يعني انا بصوا حتى الطماطم على النار وحتى العدس على النار، وانا واقفه كده قعدت اخرط. انا ما بطلعش من المطبخ الا لما بكون عامله كل حاجه، حتى المواعين بتبقى مغسوله يعني. حتى الحمد لله والله ربنا بيقوي كل واحد على قد اللي عنده، على قد ولادك ربنا بيديكي رزقك وبيديكي صحتك. الحمد لله والله الحمد لله على كل نعم ربنا. الحمد لله ان احنا عندنا رزق كل يوم، عندنا اكل عندنا شرب. ما تخافيش وتقولي انا عايزه افرز كذا انا عايزه اعمل كذا. بصوا ربنا بيرزق. انا النهارده ما كانش عندي حاجه، بصوا ربنا. جوزي والله نزل جاب الفطار ولقيته جايب مع الحاجات دي. بصوا ربنا رزقني وانا قاعده اهو، وعملت حاجات وانا ما كنتش اصلا حطاها في دماغي. فما تشيليش هم حاجه، سيبيها على ربنا. وظروف صعبه، ظروف مش صعبه، اي حاجه سيبيها على الله. طول ما انتي قاعده سبحي وقولي كده ان الحمد لله انا احسن من غيري، الحمد لله انا عندي اللي يكفيني، الحمد لله عندي 4 حيضان هم مدفيني، الحمد لله على كل حاجة، على صحتنا، على ولادنا، على كل حاجة. نحمد ربنا على كل حاجة والله يا جماعة. الحمد والشكر ليك يا رب على كل حاجة ربنا عطاها لنا. بصوا انا هنا بقى قمت مخرطه كل البصل. معلش طولت عليكم بس على فكره الفيديو ده كان ساعه بس انا قمت قصيت ولا 11 دقيقه او 10 دقايق. قعدت يعني على قد انا قعدت في المطبخ حوالي ساعتين. ما تنسوش بقى اللايك يلا عشان خاطر انا تعبت. لا والله انا بحبكم من غير لايكات ولا حاجه. حتى لو انتوا بتشوفوا الحلقه من غير حتى ما تحطوا لايك ولا حاجه، بجد انا بحبكم.
وبجد يعني أنا يعني مش عارفة أشكركم إزاي، وألف سلامة عليكِ يا أمل، معلش أنا كنت مقصّرة في حقِّك، أنتِ بعتِ لي التعليق امبارح بس والله ما أعرف رقمِك، لو كنت أعرف كنت اتصلت بيكِ. أي حد والله بيكتب لي تعليق أنا بابقى فاكرة اسمه وباعتبره إن هو يعني باعتبرها أي حد فيكم بتكتب لي تعليق أو حاجة هي صاحبتي وأختي. هنا بقى كنت خلّصت خلاص البصل، عملنا 3 أكياس من البصل المقطّع وكيسين بُصّوا أنا باحب أربطه كده مش عارفة ما باحبش أبطّطه. بس بقى قُمت داخلة على إيه، جِبت كمان الطماطم بالمرّة وقُمت موقّفة جانا بنتي وقُلت لها يالّا اضربي بقى وأنتِ واقفة كده عشان مش عارفة أعدّي من الكاميرا، فقُمت قُلت لها يالّا اضربي لي الطماطم، وضربنا الطماطم وعملنا العدس وبرضه قُمنا ضاربين العدس بالمرّة، وعملنا كل حاجة. يعني أنا طالعة من المطبخ الحمد لله كنت مخلّصة كل اللي عليَّ، عشان بقى نروح إيه، نحط الترابيزة ونقعد نذاكر، بس الأول أغدّيهم وبعدين نقعد نذاكر. هنا بقى قُلت أغسل بالمرّة الحاجات، أهو هنا عملوا لي كيستين طماطم اللي هُم دول يعتبروا إيه، إحنا شِلنا بتاع كيلو كده والباقي عملناه صلصة. عملوا كيستين طماطم حلوين أهو معانا، هاشيلهم برضه في الفريزر ينفعوا ليوم تاني. هنحط العدس وعليه التوم وعليه الكمون وعليه الملح وعليه الشطة بس كده، وهنحط كمان شوية شعرية لما نحطه على النار، وبكده يبقى العدس بتاعنا خلص النهاردة.